جلد الذات ان الانسان يغرق في احساس العار، ويكون الذنب خلص وتاب الى الله وبدأ يصلح من حياته، لكنه ما زال مسجون في كراهية نفسه وشعوره انه غير مقبول من الله سبحانه وتعالى، وانه منتظر شيء في القدر زي المصيبة كده يعاقب بها على الذنب، رغم ان ربنا سبحانه وتعالى اكد بلام التوكيد يوم قال واني لغفار. واني لغفار يسموها لام التوكيد، واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. ليه ربنا بيأكد؟ لان الشيطان اسمه ابليس، ابلس يعني يئس، والشيطان اليائس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى يحب انك انت كمان تيأس من رحمة ربنا. فدوافع العمل الصالح وخدمة الخلق وانك تبقى انسان بتحب كده الحياة، الدوافع دي كلها تقتل وتحبط بسبب اليأس من رحمة ربنا، وده اللي بيخلي الإنسان يجلد ذاته ووساوس شيطانه إن ربنا مش هيقبلك. عشان كده ربنا أكد وإني لغفار. وسبحان الله، لعل الذنب اللي حصل في الماضي ده يكون سبب في تغيير الحياة وتغيير وجهة الإنسان، إنه دايما يبقى واقف على باب ربنا ويفر إلى الله سبحانه وتعالى. وكان سيدنا ابن عطاء الله بيقول ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، وقضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. يعني ساعات الإنسان يحصل ذنب في حياته ويكون الذنب ده سبب في انكساره وفراره إلى الله وتغيير حياته. وعايز أفكر حضرتك إن ربنا حكى في القرآن إن سيدنا موسى قبل بعثته بالنبوة كان ماشي في الشارع فلقى اتنين بيتخانقوا، فبيفض الخناقة فوكزه موسى. كان واحد بيقول يا جماعة صلوا على النبي، خلاص يا جماعة كده بيفض الخناقة، فقضى عليه. فكان في ماضي سيدنا موسى قبل النبوة قتل خطأ غير مقصود، فأول ما ده حصل قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. بعدين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. بعدين القتل ده خلاه يتحرك يروح بلد تانية خالص عشان يلقى عروسته هناك ويقعد 10 سنين يرعى الغنم عند سيدنا شعيب، على قول من يقول إن الرجل الصالح ده كان سيدنا شعيب، ثم بعد ذلك يبعث بالنبوة. فالخطأ الغير مقصود ده كان سبب في تغيير الحياة. فلعل ما حدث في سابق حياة صاحب أو صاحبة السؤال يكون سبب في تغيير الحياة، ولكن ناحية الارتقاء، زي ما سيدنا موسى كان ناحية النبوة كده، فناحية الارتقاء والقرب من ربنا. فافهم هذه المعاني وربنا سبحانه وتعالى يطمن قلب صاحب أو صاحبة السؤال.